الذي يبحث لتجاوز مرحلة الذهاب. فريق الوداد الذي يلعب داخل قواعده وامام جماهيره يطمح اليوم لتأكيد حضوره القوي وايضا كل ما لديه من اجل المرور للدور المقبل ومعانقة ايضا دور المجموعات والذهاب بعيدا في المنافسة حتى الرمق الاخير. هكذا هي المنافسات المغربيه في السنوات الاخيره، عودتنا دائما على المشاركه والحضور الى غايه النفس. من موريتانيا من يلتحقون ويتابعون معنا النقل التلفزيوني المباشر عبر القناه الرياضيه. مرور ممتاز والانطلاقه من الجهه اليسرى والاعتماد على مهارات ايمن الحسوني. تحضير الان على مستوى الخط الامامي الحداد بهدوء كبير. عناصر فريق الوداد الرياضي وجه خاض فريق اف سي نواديبو في الدوري الموريتاني وواجهوا حارس الحدود وانتصروا عليه بواحد مقابل لا شيء. ضربة مرمى، كرة ملعوبة الآن عن طريق صلاح الدين السعيدي، كرة ممتازة تغطية تعود مرة أخرى نصية تهيئ في طبق رائع ودادي. أيوب الكعبي ينتظر أمامي ممتازة هذه إمكانية المرور. تعود مرة أخرى من جانب الوداد الرياضي. نيري يرفع كورتو مرة أخرى. اسماعيل الحداد يرفع كورتو داخل منطقة الجزاء لكن هنالك تغطية. تعود مرة أخرى لتكون هذه الكرة على مستوى الخط الأمامي. فرصة ممتازة ودادية البحث عن التصويبة اللي ممكن أنها تكون صاروخية وتنهي تفاصيل الهدف. تبعد العملية الهجومية، فرصة ممتازة جانبية ملعوبة على مستوى الخط الأمامي ولكن كرة ملعوبة الآن على مستوى الخط الأمامي. فرصة ممتازة الحكم المستجد. سنشاهد هنا العملية والإعادة الارتقاء وكبح هذه العملية الهجومية وهذه المحاولة. نشاهد هنا محاولة دخول داخل منطقة الجزاء وحسوني من يستعد لتنفيذ هذه الكرة. كرة ملعوبة ممتازة نيري بطريقة مميزة رائعة يضع الكرة في المرمى معلنا عن الهدف الأول. النيري يبدع ويمتع ويقنع. طريقة جميلة جدا، طريقة رائعة، وضع الكرة في المرمى. شوف معايا الجماهير أن تحمل جديد. كرة ملعوبة على مستوى الخط الأمامي رأسية إبعاد. شوف يلعب كورتو أمامية للنيري. نيري نزل كورتو بالكعب يرجع لإسماعيل الحداد. كرة ممتازة ولكن لم تكتب فريق اف سي نواديبو رقم 8 مصطفى. هذه محاولة أمامية ولكن استقبال هنا نعم بمدينة الدار البيضاء. كرة ممتازة داخل منطقة الجزاء وهنالك تغطية. تعود مرة أخرى من يستي دي لاميري. كرة ملعوبة الآن على مستوى الخط الأمامي، محاولة ولكن لم تقدم جديد. حسوني الجهة اليسرى. اف سي نواديبو عرف كيفاش يخرج من مباراة الذهاب متعادل 0-0 ولكن في الإياب تمكن من تسجيل الهدف. كرة ممتازة خطيرة داخل منطقة الجزاء. فرصة النيري كان بإمكانه في النيري حافظ على الكرة، يختار كرة أمامية مميزة ولكن اسماعيل الحداد كورتور تطمات بأحد اللاعبين على مستوى التغطية الدفاعية. حتى عن ثنائية اسماعيل الحداد وأيوب الكعبي. تمريرة جانبية دخول داخل منطقة الجزاء. هذه فرصة إمكانية التصويب. تصويبة جول. هدف رائع، هدف مميز، هدف ممتاز. أيوب الكعبي نزل كورته بهدوء. شاهدوا يضع الكرة أمامه ثم الحداد يتمكن من كورته مباشرة يضعها في المرمى. أحسن رؤية كانت عند الحداد. كان صعيب عليك يا أيوب على مستوى الاستدارة. يترك المهمة للحداد والحداد بالرجل اليسرى البديعة الرائعة يلعب باليمين ولا باليسار. الحداد يلعب بالرجل اليمنى ولا بالرجل اليسرى ما يهمش. هادو هما وبطريقة غاية في الروعة. كرة ممتازة من جديد. هذا أيوب يدخل كرة داخل منطقة الجزاء. فرصة ممتازة. الثالث ودادي، الثالث اليوم من حسوني. انهار فريق اف سي نواديبو. حسوني يضع كرة في المرمى. زوران سعيد، الكل سعيد والجماهير في المدرجات تعيش على أحلى سعادة.
احلى متعه، احلى تصور، احسن سيناريو للوداد اليوم. ثلاثيه في 25 26 دقيقه من انطلاقه مباراه الوداد اف سي نواديبو. هذه الجماهير العريضه الكبيره الكثيره التي ابت عن المكان المناسب. تمريره عرضيه ممتازه داخل منطقه الجزاء بالكعب، البحث من جديد، فرصه مواسيه ولكن في اخر مطلع يبدع، يعطي تمثيليه رائعه لكره القدم الوطنيه. شوف الاعاده هنا، طريقه ديال التحضير ثم اب ليساري الساحل. هذا اسماعيل الحداد لاعب مميز يلعب اي ممتاز. الحداد ماذا يفعل؟ ينطلق من الجهه اليسرى، ممتازه هذه الكره من جديد، كره ملعوبه. الوداد يحقق ثلاثيه لم يكن احد يتوقعها بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب. على مستوى خط الوسط لنصير يرفع كره في اتجاه ايوب يحاول. الوداد التي تبدع، الوداد التي تمتع، الوداد التي قدمت. لا يضغط على معترك اف سي نواديبو. كل لاعبين اف سي نواديبو في الخلف. كره ممتازه، دخول داخل منطقة الجزاء راسية ولكن بأهازيج جميلة ورائعة. مشكور زميلنا اليوم اسماعيل الحداد. ممتازة النايري، يمشي النايري، يبحث النايري على التصويب. لا جميلة شجال يمنى راهي مرفوع الحكم مساعد رياضي على مستوى خط الامامي. كره ممتازه، يمشي ايوب، يدخل ايوب الكعبي، فرصه ممتازه، كعبك عالي ايوب الرابع. قلت انه يغيب ولكن يستيقظ على واقع الهدف. هذا هو ايوب الكعبي. الجماهير في المدرجات تحتفي بهذا الهدف الجميل، بهدف لاعب اسمه ايوب الكعبي لوحده دخل داخل منطقه الجزاء. ما وراء قاتل بوليل، حسن بوليل، تمريره الكره الثانيه، تصويبه جميل. لاعبين على مستوى رقعه الميدان لحد الساعه هذه تصويب يبقى من الفرق ذات الحضور الرائع. كره ممتازه ملعوبه على مستوى الخط الاول الاماميه من جانب حسوني. كره ممتازه، دخول داخل منطقه الجزاء. موريتانيا الذين يتابعون تفاصيل هذه المباراه ويشاهدون هذا المردود على مستوى رقعه الميدان. نعم ملعوبه الان على مستوى الخط الامامي. فرصه ممتازه من الجهه اليمنى، محاوله من جانب بديع عوك يرفع كورته ممتازه، امكان التصويب، محاوله جيده داخل منطقه الجزاء الحسوني وكانت النيره. هنا الشيخ ابراهيم كومارا لمحاوله هجوميه، فرصه محاوله المرور ولكن ضايعه. اذا اللي عنده لاعبين يتعاملوا مع الضغط. كره ممتازه من جديد الجهه اليمنى، محاوله المرور ودخول داخل منطقه الجزاء، تمريره ممتازه، فرصه رائعه ولكن الحارس في كره ممتازه، دخول داخل منطقه الجزاء ويبدو ان هنالك خطا. ليست الجهه مع ولكن روايه اليوم المدرب زوران تابعون يواكبون ويناصرون الوداد بشكل رائع حضاري ممتاز. هذه الكره ملعوبه اماميه، بن عوق يدخل داخل منطقه الجزاء وفي الحداد الجهه اليسرى الممر. الحداد يراوغ ويحصل على مخالفه. هذه النايري خلاص ب 90% في انتظار نشوفوا كيف المعتاده. النايري يهيئ نفسه، تصويبه كانت ممتازه وارتطمت في احد اللاعبين. نعم ارتطمت في احد اللاعبين وسقط احد اللاعبين، يعني يواصل المشوار، يواصل المباراه. كره ملعوبه من الجهه اليسرى، محاوله تمرير داخل منطقه الجزاء، فرصه خطيره جدا وفي اخر المطاف يتمكن من 100% مع ايوب الكعبي. كره ممتازه اماميه لمحاوله الانطلاق من جديد وداديه، التمرير داخل منطقه الجزاء، ملعوبه الان على مستوى الخط الامامي، محاوله إمكانية انطلاق الحكم كان قريب من العملية، يقول ما كاينش تيكيدي يلعب كرة الجهة اليسرى ويشرك جاكوب دي كرة خطيرة جدا وترتطم بالقائم الأيسر مرمى الحارس أحمد رضا التكناوي. كرة من الجهة اليسرى، التمريرة الجانبية، إبعاد الخطورة، إمكانية بناء العملية الهجومية. الوداد احتفالية كبيرة من الجماهير الودادية في المدرجات التي سندت تابعت. ونشوفوا اللقطة ارتطمت الكرة مع اسماعيل الحداد، يمشي حداد، تمريرة ممتازة بالمقاس، كرة رائعة وراهي مرفوعة، ثقة جيدة وباسلوب جيد. الكرة ديالو الأخيرة وضع الكرة ديالو بشكل مميز. الممررين في التاريخ 45 كانت كافية لتقديم 4 أهداف كاملة. والجولة الثانية نشوفوا لحد الساعة محاولة بناء العملية الهجومية ورفع الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن هنالك تغطية. راح حذاري من مثل هذه العملية الهجومية من هذه الأخطاء راسية. أحمد رضا التكناوي في المكان المناسب،
سرعته طرق دخول داخل منطقه الجزاء. بابا طوندي الجهه اليمنى، هذه فرصه نصير اللي رفع الكره داخل منطقه الجزاء. كره ما مشاش بالشكل اللي كان يتمناه عن طريق جاكوب. الان جاكوب انطلق بالكره ديالو سريعه هذه العمليه الهجوميه ممتازه داخل منطقه الجزاء. فرصه الهدف والهدف الاول، هدف اول لتدليل الفارق في هذه المباراه. عام الوداد لم يضغط كثيرا في الجوله الثانيه، وفريق FC نواديبو عاد وسجل هدفا اولا لتدليل الفارق. اذا 4 اهداف مقابل هدف واحد. النتيجه المسجله لحد الساعه، والسعيد بهذا الهدف هو باكيلي بابكار اللي تمكن من وضع الكره في المرمى. نشوفوا هنا الطريقه ديال جاكوب والانسداد ديالو